من واحد تيبيع الديتاي في راس الدرب لواحد من اكبر تجار المخدرات في افريقيا كامله. فكما بابلو اسكوبار غرق ميريكان بالكوكايين، فهو غرق سبليون واوروبا كامله بالحشيش. وكما اسكوبار كان كيعاون الفقراء، حتى هو كان كيعاون وكيتهلا في اللي ما عندوش في الشمال. حقائق واسرار لاول مره غتعرفوها على بابلو اسكوبار المغرب منير رماش. نهار جاو هذوك الناس جابوا لنا الحواله محمرين يعني في دوك السينيات الكبار بالكسكسو التفاح الفريز. راجل باجوج والخير عايشه مع امه عايشه مع ناس كايلين شاربين هذوك ملي كتدخلوا كيتسموا مويكينات. تزاد منير رماش في عائله فقيره في بليونش عام 1973، وملي كبر شويه الرماش غيخرج من القرايه وغينتقل لتطوان باش يقلب على شي خدمه يصوفي بها راسو. وداكشي اللي دار الرماش طلع لتطوان، واول خدمه غيخدمها هي بيع السجائر او الديتاي في الاسواق. والحاجه اللي كانت باينه على الرماش من الصغر ديالو هي الزعامه والجرأه الزايده ديالو. المهم الرماش ملي بدا كيكبر واحد شويه بدا كيتعرف على المهربين السجائر، وقرر انه يبدا يتقرب منهم ويبدا يخدم معاهم. وهاد القضيه اللي دار كانت هي البدايه ديالو. فبعد ما دوز مده طويله مع المجموعه وتعلم منهم كل شيء، غيستقل عليهم وغيبدا يخدم بوحده. ولكن رماش كان شخص ذكي، وبسرعه كبيره غيولي هو الموزع رقم 1 للسجائر في تطوان. وهنا الرماش بدا كيتعرف كتر وكتر في السوق، وما طولش بزاف حتى قلبها من التجار في السجائر للتجار في المخدرات وبكميات كبيره بزاف. وهنا بعد ما ولات شهره كبيره كما قلنا عند الرماش، غيقرر باش يوسع البيزنس ديالو وغينتقل من التهريب المحلي للتهريب الدولي. والوجهه الاولى ديالو كانت بحكم القرب ديالها للمغرب هي اسبانيا. وهنا غيغرق اسبانيا بالحشيش، الحشيش اللي كان بعد ما كيوصل للسبليون كياخذوا عصابات اخرين وكيوزعوا على اوروبا كامله. وهنا غيولي الرماش وبسرعه صاروخيه اكبر مهرب الحشيش لاوروبا. وهنا الرماش غيبدا يعيش حياة البذخ والترف والثراء الفاحش. ولكن بما انه كان معروف عليه انه كان كيقلد بزاف بابلو اسكوبار، فما كانش كينسى ولاد مدينته، وكان كيدير الخير في كاع الفقراء تطوان والنواحي ديالها، لدرجه انه كان كيبني لبعض الاشخاص الديور ومخدم معاه الالاف الناس. وبعد الثروه الكبيره اللي جمع الرماش غيدخل موراها المجال العمران والعقارات، وغيبدا يستثمر في مشاريع عملاقه سواء في المغرب او السبليون، وهذا الشيء باش يتمكن من تبييض الاموال ديالو. ومن الحوايج اللي تعرفوا على الرماش هو انه ما كانش كيساعد غير الفقراء فقط، بل كان كيعاون كما كيروج البعض حتى المنتخبين باش يربحوا في الانتخابات ديالهم. وهذا الشيء نظرا للقاعده الجماهيريه والشهره الكبيره اللي كانت عنده بين الناس، وكان الا قال الناس صوتوا على فلان فاكيد كل شيء غيصوت عليه. حتى لهنا كان كل شيء هو هذاك عند الرماش، رغم ان السلطات كانت على درايه بالنشاط ديالو، الا انه ما كانش عندهم شي دليل عليه، وهذا الشيء بسبب الرشاوي اللي كان كيقدم ليهم. ومن القصص اللي تقالت على الرماش هو انه كان كيمشي يقضي العطله ديالو حدا الاقامه الملكيه في مارينا. ويقال انه واحد المره وفي الوقيته اللي كان الملك محمد السادس كيمارس الهوايه المفضله ديالو الجيتسكي في واحد المنطقه خاصه، غيدوز من نفس المنطقه منير رماش باليخت ديالو الفاخر. ويقال انه فاش وقفوا عليه الحراس قدم راسو على اساس انه رجل اعمال من تطوان وطلب مقابله الملك في الحين. ولكن كانت هذه اخر مره غيشوف فيها الرماش الملك مباشره، بحيث انه في عام 2002 وبينما كان الرماش مع الصديقه ديالو غيوقفوا على الرماش جوج ديال الرجال وغيبداو يستفزوه ويحاولوا يتهجموا عليه. وهنا الرماش جبد السلاح ديالو وبدا كيطلق النار، وكاين اللي كيقول انه طلق النار على واحد من دوك جوج اشخاص وقتلوا في البلاص. المهم ما كيهمناش واش قاش شي واحد بداك القرطاس او لا، ولكن اللي كيهمنا
هو ان هذه الحادثه وقعت بالقرب من القصر الملكي اللي كاين في تطوان، والاكثر من هذا هو ان الملك داك النهار كان في القصر ديالو، وهذا الشيء اللي خلى مباشره الامن والمخابرات تولي في حاله استنفار قصوى، وخلى البوليس يطوقوا مدينه تطوان كامله. وهنا غيبدا البحث على الاشخاص اللي عندهم علاقه بداك اطلاق النار، وبطبيعه الحال هنا بدا شي كيجبد شي حتى وصلوا عند الرماش، وبالفعل بعدها مباشره غيتم اعتقال الرماش اللي ما قاومش واستسلم للسلطات، وتم الاعتقال ديالو في معتقل سري كاين في تماره. والقضيه غتجر معاه 31 شخص من كبار المسؤولين في المغرب بسبب تلقيهم للرشوه. وحتى لدابا باقي كاين تضارب كبير في المده اللي تحكم بها الرماش، فكاين اللي كيقول تحكم عليه ب 25 عام، وكاين اللي كيقول 20 عام، وكاين اللي كيقول خرج من الحبس عام 2016. هادشي كامل اللي قلت مجرد فرضيات، والحقيقه كتبقى غامضه في ظل انه ما كاين حتى شي تصريح رسمي. المهم كانت هذه قصه الرماش باختصار، نتمنى الفيديو يكون عجبكم ونتشوفوا في فيديو جاي. تهلاو.